السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجد بجد أنا بعتذر إن أنا بتكلم في الموضوع ده تاني، بس أنا عايز أوجه رسالة للشيخ محمد بن شمس الدين، وأوجه رسالة للشيخ وليد إسماعيل، وأوجه رسالة للشباب اللي بتدعم ده والشباب اللي بتدعم ده. أنا عايز أقول لهم كفاية اللي أنتوا بتعملوه، أنتوا بسببكم شتتونا وبسببكم فرقتونا، إحنا مش عارفين نتبع ده ولا مش عارفين نتبع ده، وأنا متأكد إن أنتوا الاتنين على نفس المنهج، وعمالين تطلعوا تتكلموا على بعض في حاجات أنا شايف ملهاش أي لازمة. ده اسمه ايه وده مش اسمه ايه، وده بيقول عليا ايه وده مش بيقول عليا ايه، احنا مالنا بالمواضيع دي كلها؟ انتوا بسببكم فرقتونا وخليتوا الشباب تطلع تشتم في بعضها، وشاب يطلع يشتم في الشيخ الفلاني وشاب يطلع يشتم في الشيخ ده. انا مش عارف انتوا بتعملوا ايه. انا جاي اقول لكم ان انتوا الاثنين هتشيلوا ذنب كل شاب من الشباب شتم الشيخ ده لمجرد بس ان هو منحاز للشيخ الثاني. انا مش فاهم في ايه. انا بزعل لما بشوف الشباب في التعليقات عماله تشتم في بعضها، بزعل لما بشوف الشاب ده عمال يطلع يشتم في ده، ولا الشيخ الفلاني بياخد سكرين من المحادثه ويطلع يوريها للشباب. انا مش عارف انت عايز الشباب تعمل ايه، يعني تطلع تشتم في الشيخ محمد ولا تطلع تشتم في الشيخ وليد؟ انا مش فاهم انتوا عايزين توصلونا لايه. واوجه رساله للشباب برضو، مش ذنبك انك تتحمل حاجه مش بتاعتك، ما تدخلش نفسك في موضوع مش بتاعك، انت مش هتتساءل على المشاكل دي كلها. وبفكرك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المفلس قال: انما المفلس من جاء يوم القيامه بحسنات كجبال تهامه، لكنه شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا فتؤخذ من حسناته. انت متخيل انك هتيجي يوم القيامه اصلا بحسنات عامله ازاي عشان تؤخذ منك؟ انت بتقول ربنا يسترها بس وتخش الجنه على حسنه واحده، فمش حمل ان هي تتاخد من حسناتك يوم القيامه لمجرد بس ان انت بتشتم شيخ عشان منحاز للشيخ التاني. فبلاش تدخل نفسك في دوامه مش هتعرف تطلع منها، وخليك عارف دايما اللي انت بتشتمه ده مسلم زيه زيك. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فانت متخيل ان انت بدل ما تتحد انت واخوك المسلم عمالين تشتموا ببعض عشان خاطر شيخ او عشان خاطر حاجه مش مستاهله. فحذاري تشتم حد مالكش دعوه بيه، حذاري تشتم شيخ انت ما تعرفش ايه اللي فيها. فعشان كده اوجه رساله للشيخ محمد بن شمس الدين والشيخ وليد اسماعيل: خلوا كل حاجه خاصه بينك وبينه، ما تحاولوش تطلعوا كل حاجات ما بيننا، احنا مش عايزين نعرف، احنا بنقول لكم مش عايزين نعرف بس كده. اللهم اهدنا واهد بينا واجعلنا يا رب سببا لمن اهتدى.